يا صباح الفل عليكم، وحشتوني قوي 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 قوي. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب، وندخل في الفيديو بتاعنا. انا رايحه فين؟ زي ما انتم شايفين كده او فهمتوا اكيد ان انا راكبه قطر، هتشوفوا دلوقتي. بصوا يا جماعه، القطوره بقت نظيفه جدا. القطوره والقطارات، القطارات المصريه بقت تحفه تحفه تحفه. طبعا انا نفسي اركب التلجو قوي، بس انا مش رايحه من القاهره لاسكندريه علشان اركبه. بس ان شاء الله اول ما هركبه هعمل لكم فلوج جامد اخر حاجه وانا فيه. طبعا بصوا الزهق، بص. كان هنا في مشكله في اللاب، يعني بصوا قعدوا زهقانين الساعتين، ويعني الدنيا بالنسبه لهم صعبه جدا. الكراسي مريحه قوي. انا كنت يعني كنت يعني القطر بتاعي كان مكيف درجه اولى. بصوا يعني بجد بجد عجبني قوي قوي. انا بقالي فتره ما ركبتش قطر، عشان كده عجبني. بس انا الزهق خدني من طول الوقت. ليه بقى؟ انا ما كنتش اعرف ان القطر ده مراكز، فاهمين؟ فزهقنا بقى، زهقنا قوي قوي، لانه كان بيقف في كل مركز. لكن والمسافه كانت طويله طبعا. لكن بصراحه القطر مريح، الكرسي مريح جدا جدا جدا. هنا بقى كنت خدت تاكسي خلاص. طب يا ترى انا رايحه فين كده؟ بصوا يا جماعه، انا جوزي عنده شغل، بيبقى عنده شغل ساعات في القاهره، حاجات كده يعني. هو بيحب ايه؟ ياخدني معاه زي شنطه ايده كده. لا والله بجد، هو بيحب يعني يفسحني معاه او يوديني المكان اللي هو فيه. هنا هو كانت اقامته في طيبة روز، فقال لي تعالي بقى خدي لك يومين كده تفسحي، وهو عارف ان انا بحب القاهره جدا. بصوا انا ما بحبش القاهره بالنهار ابدا، وبشفق على اهلها بجد 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 من الحر خصوصا لو احنا في صيف يعني. لكن بالليل دي حاجة تانية، القاهرة دي العشق يعني. هنا كنا في طيبة روز اللي كان في مدينة نصر. بصوا عايزة اقول لكم بصراحة، طبعا ده الدفاع الجوي، يعني هو اسمه فندق الدفاع الجوي طيبة روز. انا بحب طيبة روز بتاع التجمع اكتر. بحس فيه الخدمات افضل، تمام. بس ده كان ماشي حاله، كان حلو جدا. ال يعني بيقولوا عليها ايه، وسائل الترفيه والحاجات دي تحفة يعني. في العاب بقى، في حاجات، مش كل حاجة صورتها، بس في العاب، في حاجات، في حمام سباحة طبعا، حاجات كده يعني. بس حسيت ان انا كنت مبسوطة اكتر في تيبا روز بتاع التجمع. اوكي. يعني انا مريت كده على الفنادق كتير، الدار المدفعية، مش الحاجات دي، بس بجد والله الفنادق هنا تحفة. هنا بصوا طبعا، طالما انا في القاهرة بهنزل حتى لو تعبانة، يعني لازم انزل من اول يوم، وانا كنت فعلا مجهدة جدا. بصوا حبيت اصور لكم بس. الطريق، بصوا الطريق كان طويل برضو، واحنا رحنا سيتي ستار، مسافة مش بعيدة قوي. بس معرفش ليه كنت مجهدة جدا في اليوم ده. انا طبعا رحت سيتي ستار كذا مرة، بس المرة دي الحمد لله هم غيروا حاجات فيه، فكنا بندور على الفود كورت، كناش بص هو ما حبيتش قوي اكل المطعم، او جوزي يعني حب يقول لي ايه، بلاش تاكلي اول يوم يعني من الفندق وكده. المهم يعني ان احنا رحنا كلنا ماك فقعدنا ندور في هم 8 ادوار او اكتر كمان. فقعدت بجد والله يطلعني التمن ادوار يا جماعه يرضيكوا كده، والله العظيم. كل دور يا عمي نسأل، وبصينا طبعا في زي سيرش كده، في زي شاشة كده فيها سيرش وكده. ما طلعلناش حاجة اسمها فود كورت خالص. لان انا ما كنتش عايزة اكل في ماك ده، انا كنت واكلاه لسه يا جدعان. ما علينا يعني. بس في الاخر برضو جبنا ماك. بس بصراحة ما كانش احسن حاجة يعني. ما اعرفش يعني، ما علينا. ما كانش احسن حاجة زي يعني، سبحان الله يعني. أنا اكلته في كل مكان ماك، مفروض ان المستوى بتاعه حلو كده كده يعني، بيبقى مستوى زي يعني مقبول زي ما هو في كذا مكان. لكن سي ستار غريبة جدا، ما عجبنيش ابدا. لقيت اماكن اكل تانية اكلت فيها بقى ايام تانية يعني. وكلنا محل هو في مدينة نصر برضو، اسمه نص دستة تقريبا، ايوه مش عارف مدينة نصر ولا مصر الجديدة يعني. طلبناه دليفري، كان تحفة خارق يعني، كان جامد جامد اخر حاجة. بتاع شاورمات وحواوشي وحاجات كده. وبس هو حرق شوية في الاسعار. هنا كنا بنفطر في الفندق انا انا وولادي الظراف. بس كان المنيو برضو، بصوا يعني من ضمن الحاجات اللي زهقتني، بصوا حتى المكان فاضي. ان قعد فترة طويلة قوي، واحنا كنا طالبين ايه يعني اورينتال، وكنا طالبين يعني مش عارفة بيسموه انجلش، هما بقى مسمين يعني مش عارفة مسمين اسامي كده. المهم ان انا طلبت يعني
فطار اورينتال عادي ابني طلبه، وانا طلبت يعني انجلش. فما اعرفش ليه يعني، هو حاجات بسيطه خالص بس قعدونا مده طويله. هم من الاول قالوا لنا الاورينتال ده بياخد وقت عشان يمكن فيه فول وطعميه. طبعا بصوا ليه بقى الولاد كانوا مش مبسوطين بالاكل، لانهم مفكرين نفسهم يا جماعه في الفنادق بتاعه الغردقه وشرم، طبعا دي بتبقى اوبشن تاني. احنا طلعنا قعدنا بره من كتر الزهق ورجعنا تاني. يعني مستوى الاكل كان حلو يعني، مش هقول لا، بس عارفين في العادي يعني، بس حلو برضو مش وحش يعني. بس المهم بقى هنا طلعنا قلنا نشوف البول. كنت الاول بقى ببص عليه يعني اشوف هينزلوا ايه النظام بالظبط كده يعني. لقيت المكان التحفه ده، انا قعدت اصور فيه كده، بس هما تقريبا مفضيينه من الميه. هو المفروض طبعا يبقى شلالات وحاجات كده، بس هما مفضيينه من الميه، معرفش ليه يعني. فقلنا بقى ايه، ننزل البول. ضربت الترنج بقى وقلت قلت انزل انزل اشوف البول كده. بصراحه ما كنتش محضره نفسي. عايزه اقول لكم ان انا ندمت طبعا، لان انا كل يوم بقيت بقعد بيهم يعني. انا هنا مصوره لكم الجوله كلها في يوم. احنا طبعا قعدنا 4 ايام تقريبا. ف بقيت بقعد كده متحنطه في الشمس بقى كده. هما نزلوا يومين و بقعد كده متحنطه تمام. فكنت طبعا زهقانه جدا. هنا ده بول مخصص كده طبعا للتدريبات وحاجات كده، وده الناس كلها بتنزل فيه يعني. وفي ناس بتنزل هنا بس تقريبا يعني العمق اعلى تقريبا. طبعا هم نزلوا واستمتعوا كده، انا جبت لي بقى مشروب وقعدت كده. بس يعني هي كانت ايام لذيذه طبعا، بس قعدة الشمس جميله. هو طبعا في حاجه حمياني من الشمس، بس برضو يعني ما الصراحة أكتر حد استفاد يعني استمتع ابن الصغنن، لأن سليم يعني، لأن ضياء كان معرفش ليه حسيته كده متزهق ومش عايز قوي ينزل البول يعني. بصوا طبعا جبت الكشري التحرير برضو، ده تاني حاجة اتضايقت منها. يعني كشري التحرير يا جماعة على طول حلو وجميل، المرة دي لا، لقيته فيه طعم غريب، فيه طعم توم كده زايد فيه كده غريب. هنا برضو كنا قاعدين كده زي هو مكان، هو الفندق مش فندق بس، فيه زي كافيهات وحاجات وكده. فكنا قاعدين كده، ودي مرجحة يعني حبيت اصورها لكم. عارفين اللي هي الكراسي المرجحة اللي راحة تشيليز يعرفها قوي. هي طبعا موجودة في اماكن كتير، بس انا شفتها في تشيليز بس. ده كان مكان فل هو الفل ريحته خطيرة خطيرة. هنا كنت عمالة اصور، وجوزي عمال يقول لي هتتمسك عشان بصور ميدان التحرير. لا طبعا بص، ده حبيبي المكان ده. حبيبي برضو اتغير قوي يا جماعة، اتغير بقت يعني احنا قعدنا اتمشينا ما لقيتش اماكن اصورها لكم من كتر ما الدنيا مقفولة. آه بس يعني اتفسحنا شوية على الكورنيش وخلاص كده يعني، وخفنا ننزل كنا هناخد مركب وكده. بس بصراحة يعني اولا كنا متأخرين، ثانيا انتوا فاهمين بقى يعني، المكان هنا بيبقى مفتوح شوية، فلقيت ناس كده يعني ايه، خفت. انا قلت له لا خلاص خلينا نروح وخلاص. ما اعرفش يعني، حسيت ان في حاجات غلط كده. المهم يعني كان طبعا بصوا يعني، مش عايزه اقول لكم قد ايه الدنيا جميله. هنا على الكورنيش تحفه تحفه، والجو كان خطير.